جاتكم مقطع جديد وفيديو جديد وبلعبة كلاش. اليوم راح نتحدث على التاون 16. هل موجود تاون 16 لو لا؟ لو نبقى على التاون ال 15 يا شباب؟ بهذا الفيديو راح نتكلم على التاون 16، فخليكم ويا الفيديو ويلا بينا. السلام عليكم شباب، شلونكم ويا طيبين وحياكم الله يا احلى متابعين. شباب بداية الفيديو قلت لكم راح نتحدث ونتكلم على التاون 16. هل موجود تاون 16 لو لا؟ لو نبقى على التاون ال 15 ويصير اضافات جديدة للتاون ال 15. هذا الفيديو راح نتكلم على التاون ال 16. قبل ما نتكلم ونتحدث على التاون ال 16 يا شباب، هسه اريد من عندك تدخل على القناة وتشترك وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك وشارك القناة. واذا انت متابعني لا تغلس، اعطيني لايك وشارك القناة حتى تزيد عدد متابعينها يا شباب. ويلا بينا شباب. بداية الفيديو قلت لكم اليوم راح نتحدث على التاون ال 16. هل موجود تاون 16 لو لا يا شباب؟ وهل راح نبقى على التاون ال 15؟ عودتنا الشركة سوبر سيل كل سنة واربع اشهر ينزل تاون جديد واضافات جديدة وتحديثات جديدة للتاون الجديد تنزله الشركة. نعرف كل الزين. احنا هنا راح نجيكم هنا، راح نجي نرجع لي ورا يا شباب، نرجع لتاون 11. نرجع هنا لتاون 11 يا شباب. هنا التاون 11 نزل مباشرة ورا التاون 11 نزل تاون 12، بس طول من نزل التاون ال 12. بعدين هنا نزل التاون ال 12 وصارت بإضافات جديدة، يعني نزلت جنود جدد، نزلت عربة جديدة، وهنا عندك نزل التاون 13 وهم بإضافات جديدة. نزلوا البطلة ونزلوا راكب التنين كجندي جديد للتاون ال 13. هنا نتقدم بعد شوية يا ولد، نزل التاون ال 14 وهم نزلوا بإضافات جديدة. وشنو الإضافات الجديدة؟ هي الحيوانات الأليفة. وكل تاون نتعود كل تاون يا شباب ينزل ينزل تاون جديد وتحديثات جديدة للدفاعات، شغلات حلوة للتاون. ينجي تطوير تحديث وتطوير عليها، وينجي تطوير وتحديث على الملوك. نعرف كل زين يا شباب. وهنا يا شباب نزل التاون ال 15 واخر شيء نزلوا حيوانات أليفة جديدة للتاون ال 15. وقلت لكم هم نزل الميثيون اخر شيء بالدفاع بالتاون ال 15 يا ولد. التاون ال 16 موجود باش وقت ما نعرف، بس نعرف كل الزين كل سنة واربع اشهر ينزل تحديث جديد للعبة وينزل تاون جديد. فبهذا الفيديو راح اشوفكم 5 تصاميم للتاون ال 16. هل موجود تاون 16 لو ما موجود؟ انا قلت لكم موجود، بس احتمال شيء بسيط، يعني 50 او 40%. اقول لك ما موجود، بس انا متاكد كل الزين موجود التاون، لان شركه سوبر سيل عودتنا كل سنه، قلت لكم كل سنه واربع اشهر ينزل تاون جديد واضافات جديده للدفاعات واضافات جديده للقريه الليليه. لان كل الزين عرفنا احنا اجى اخر تحديث للقريه الليليه. اجى تحديث بها عدد بصوره عامه للدفاعات، ونزلوا تصميم ثاني للقريه الليليه يا ولد. فراح اشوفكم 5 تصاميم للتاون ال 16. هاي اول تصميم الصوره للتاون ال 16، وهاي الصوره للتاون يا شباب. اللون الاحمر يعني مقارب للعبه يا شباب. هذا على شكل بيت صيني. عندك هنا التصميم الثاني يعني على شكل تاون، بس ما اعتقد هذا هل موجود بالتصميم وهل هو التاون الصحيح اللي راح ينزل
ورا التاون ال 15. يعني هنا عندك الدفاع الهاون يعني فوق التاون يا شباب. عندك هنا مصيبة يا شباب، يعني التاون 15 على شكل مثل يا ولد. يعني هذا الصراحة هو المثل بوحده كارثة. إذا ينجي مثل فوق التاون يعني الصراحة اقرأ على اللعبة السلام. هذا ثالث بالتاون ال 16 بالتاون ال 16 يا ولد. عندك هنا الرابع، يعني ما أعرف مو بعيد على كل البعد عن اللعبة الصراحة. هنا الخامس يا ولد، يعني مقارب للتاون 11 وبيه ألوان. يعني الصراحة هم يعني أشوفه بعيد عن اللعبة وعن التصميم يا شباب. فحاليا هذني خمس تصاميم للتاون ال 16 ورا مباشرة ورا التاون ال 15. وشنو الإضافات؟ راح تيجي الإضافات الجديدة. يعني تعلمنا وتعودتنا الشركة تنزل لنا تطويرات وتحديثات على القرية وعلى التاون ال 16 اللي يجي. إذا نزل تاون 16 يعني مثلا تيجي تطويرات على الدفاعات، تيجي تطويرات على الملوك، تيجي تطويرات على بصورة عامة على الجنود، وشغلات راح تنزل بالتاون 16. احتمال ينزي جندي جديد، احتمال يجي ينزلوا لك ملك جديد يا شباب. احتمال هواي احتمالات يعني ما نعرف الشركة شو تقرر او شو تنفذ بالتاون ال 16 اذا نزل. فهذني الخمس تصاميم يا شباب قلت لكم، يعني ما اعرف هل هن موجودات وبالفكر الشركة يعني تنزل لك هذا التصميم التاون ال 16، وهل موجود تاون 16 لو لا، وهل راح نبقى على التاون ال 15 ويصير به اضافات التاون ال 15. يعني مثلا يصير به اضافات تيجي قريه جديده للتاون ال 15، مثلا ينزلوا لك جندي او مثلا ينزلوا لك للتاون يا شباب. فحاليا هذا التاون ال 16 وهذا الخمس تصاميم يا شباب للتاون ال 16. وحاليا هو هذا الخمسه اللي قلت لكم يا شباب، ذن التصاميم اللي شوفت لكم اياهن هو ذن التاونات ال 16. بس ما اعتقد ذني ينزلوهن. وشنو التصميم وشنو الدفاع اللي راح ينزل بالتاون ال 16 يا ولد. فخلينا نتحول او نترك التاون ال 16 ونتحول على هجمه حلوه راح اهجمها لعيونكم يا شباب. وبهاي الاستراتيجيه يا ولد هنا راح اهجم ب10 تنانين و24 بولون مع الاسبلات. انا غيرتني الاسبلات 3 غضب 2 تجميد ووحده استنساخ، والدعم هم ما غيرته. اني ما اعرف اغير الدعم اذا اهجم جوي. هو الدعم مالتي بولون مع 3 اسبلات تجميد. اهجم واشوفكم ولو انا مشوفكم هاي الاستراتيجيه شلون اهجم بها يا شباب. وبهاي هو غيرت قلت لكم غيرت انا بس اسبل واحد، نزلت اسبل استنساخ يعني مسحت اسبل التجميد. هنا انا مسحت اسبل التجميد يا شباب، هنا مسحت اسبل التجميد 2 مسحت ونزلت استنساخ وحده. فراح اهجم واجيكم يلا يا شباب. اجيتكم شباب بتصميم تاون 15 على تاون 13 على تاون 14 بموارد حلوه وقويه. راح اهجم من صفحة النسر لين اريد اخذ النسر واخذ التاون يا شباب. لان اذا اخذت التاون يعني اخذ التصميم الصراحة. راح انزل الملكة منه وانزل الملك منه وانزل البطلة منه. ليش نزلت الملكة من صفحة المدفع؟ راح افعل خاصية البطلة. قلت لكم ليش نزلت الملكة من صفحة المدفع؟ لأن أريد أشوف أكو دعم لو لا. فهنا راح شو أسوي؟ راح أنطي خاصية الملكة حتى تقضي على الدعم. لأن أول تالي عندي الملوك راح يموتون، فأنا شو أسوي؟ أقضي على الدعم بالخاصية مالت الملكة. هسه حاليا أخذنا ربع من التصميم، فحاليا راح نهجم
راح نهجم من هاي الزاوية يا ولد. راح انزل الجيش من هاي الزاوية وانزل البولون وانزل البولونات يا شباب. وهنا أنا راح انزل بابو حنونة وراح انطي استنساخ للجيش. هنا أنا راح انطي غضب، وهنا أنا راح اجمد الدفاع النسر، وهنا أنا راح اجمد الميثيون وانطي خاصية الامر يا شباب. وهنا أنا تجميد للبيت، وهنا أنا يا شباب راح انطي غضب هنا وانطي ما عرف التجميد هسه حاليا ما راح انطي. هنا راح انطي تجميد، وهنا عندك اخذنا قليل من الموارد الصراحه، بس على كل بعد الهجمه ما منتهيه. راح اجمد هذا حتى لا يسمم الجيش. هنا يا ولد يلا باخذنا موارد زينه، بس المهم انا دائما استعجل بالهجمه صراحه، دائما استعجل بالهجمه وما اخذنا موارد زينه يعني كل الزينه، بس هي لحد الان ما منتهيه الهجمه. هنا بقى عندي 3 تنانين، والامر، وهنا نسبه زينه اخذنا. هنا خوش اخذنا نسبة زينة 77 اخذنا. يلا على كل راح نطلع، يلا ما مسحنا. المهم جيتكم شباب من جديد واخذنا نسبة كل زينة يعني مقاربة لل80 يا شباب. اخذنا زينة ومواردهم اخذنا كل الزين، يعني اخذنا 800 ب700 يا ولد. حاليا شفتوا التصاميم، حاليا شفتوا التصاميم 5 تصاميم يا ولد للتاون ال16، وان شاء الله التصميم التاون ال16 الشركة تنزل كل سنة و4 اشهر تاون جديد. يعني التاون ال15 نزل ب 2022 نزل التاون ال15، فحاليا مرت سنة فوق التاون ال15، فراح تيجي سنة جديدة على التاون الجديد ان شاء الله. فهل موجود التاون 16 لو ما موجود؟ فانا اعرف كل الزين المستمرين باللعبة من تاون الى تاون، يعني من تاون 11 الى تاون 12، ومن تاون 12 الى تاون 13، ومن التاون 13 الى تاون 14، ومن تاون 14 الى تاون 15. راح ينزل التاون 16 سنة و4 اشهر ان شاء الله، يعني بال 2024 ما اعرف بيا شهر راح ينزل، وما اعرف بيا يوم راح ينزل التاون 16، وشنو التصميم وشنو التاون راح ينزل ويا الدفاع ويا التاون يا ولد. فلهنا وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو والخمس تصاميم للتاون ال16، واذا عجبتكم الهجمه ولو دا ابعرها كل فيديو من نهجم يا شباب، اجيب نجمتين ما اجيب مسح. فالصراحه المهم هاي على كل هاي هجمتي وهاي الهجمه. وصلنا نهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو والخمس تصاميم والهجمه لا تنساني ادخل على القناه واشترك وفعل زر الجرس واعطيني لايك وشارك القناه. ومع السلامه يا احلى متابع.